السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل صابون بيتي من الصابونه الصغننه دي، صابونه افا. هنعمل منها تقريبا كده 7 صابونات عشان نبدا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هناخد الصابونه اللي جبتها دي، صابونه صغيره وهبشرها كلها. عندي بقى صابون قديم، ده صابون جريسلين برضو كنت عاملاه، خرطته كده بالسكينه عشان هو كده كده هيدوب بسرعه. حطيت نص كوبايه سكر وكوبايه ميه، وهنحط يعني هنشوف كم معلقه من الشامبو شاور اي حاجه، ده بيعزز الرغوه بس عشان يعزز الرغوه. ادي معلقتين من اي شامبو عندك، ما عندك الشامبو ممكن شاور، لو عندك تكسبون يا سلام هيبقى تحفه. هنحطهم بقى على نار هاديه خالص مع التقليب المستمر لغايه لما يسيحوا بالشكل ده. هنحط عليهم دي نص كوبايه من الجريسلي من الكحول الطبي تركيز 96. هنقلب الخليط كويس، نقلبه. طبعا لازم تحطي الكحول بعيد عن النار خالص، بعيد عن النار خالص، حذرك جدا. هنا هنحط كام معلقه كده من ميه الورد، هنحط كمان زيت الورد عشان هنطلعوه بريحه الورد. طالما عاملينه باللون هنعمله باللون البينك بقى هنحط له زيت ورد. حطيت معلقه زيت ورد، معلقه جريسلين، وهنقلب الخليط كويس. كمان دي معلقه كربوناتو. يعمل ايه كربوناتو؟ كربوناتو منظف للبشره جدا جدا جدا. هنحط الحاجات كلها على بعضيها وبعدين نرفعها على النار مره تانية تدي، بس اول ما تبدا هتغلي اروح طافيه عليها وانزلها على طول ونحطها على طول في القوالب. كده قلبتها كويس وبعدين هنحطها على النار وارجع لكم تاني. كده اهو جايباها من على النار اهي سخنه، هنقلبها. عندك كحول رش عليها من فوق كده كحول عشان ينزل الرغاوي دي كلها. كده هنرش القالب بتاعنا بالكحول وبعدين هنحط بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما تسيبهاش تبرد عشان لو بردت هتمسك، وهي سخنه كده اهوت هتنزليها في القوالب بالشكل ده. حطيها بقى في التلاجة لمده شويه كده اهوت، او في الفريزر، او تسيبيها على الرخامه 3-4 ساعات هتبقى بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. تحفه، حاجه كده اهوت زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. بصي الصابونه عامله ازاي وماسكه نفسيها وحلوه، لا هي سايحه ولا فيها اي حاجه، وريحتها جميله جدا. حطينا فيها زيت الورد يعني بريحه الورد جميله جدا، وحطينا ميه ورد جميله. ودي الصابونه السبعه اللي طلعت من الخليط اللي عملناه. كده عملنا 7 صابونات من صابونه صغيره، وحبه بشر صابون كمان زياده اللي هو القديم. يعني حطي معاه اي بشر صابون عندك او براوي الصابون اللي عندك ابشريها معاهم. هنشوف كده الرغوه بقى ونشوف هتعمل ايه. لو عندك تكسبون هتحطي تكسبون عليه، هيدي رغوي احلى واجمد وهتبقى حاجه جميله خالص. هي حلوه ويعني طلعت تحفه جميله هتنفعك. وعملنا من صابونه 7 صابونات، حاجه كده اهوت فاخر من الاخر. يا رب يعجبك الفيديو وينور رضاكي واستحسانك. لو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. ادي الصابونه بتاعتنا، يعني من صابونه واحده وحبه براوي صابون عملنا الكميه دي كلها هتكفيكي بتاع 15-20 يوم بصابونه واحده بس.
كده فيديونا شرف على الانتهاء. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.